مرحبا حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير يا رب. اليوم فيديو جديد، كوشات رمضانية مثل ما تشوفون جمالها شقد حلو، بسيطة وسريعة، وأيضا نسويها بالإبرة والخيط، ما نحتاج ماكينة، بإبرة وخيط نسوي هيج جمال الكوشة رمضانية. بالبداية راح نحتاج قماش أبيض وقماش رمضاني وقيراج، هذه هيجي أبو الطوبات، وإبرة وخيط طبعا، وأكيد مقص. هذني المواد اللي راح نحتاجها حتى نسوي الكوشة. بالبداية راح نبدي نقص القماش الرمضاني 44، يعني على شكل مربع 44 ب44 القياس مالته. هذه صارت شكل مربع على 44 ب44. بالنسبة للقماش الأبيض هماتين راح نقصه على 44 ب44، طول بعرض 44. صارت مربعة الشكل. هنا راح نطويها على شكل مثلث، راح نجيب الطرف بالطرف وتصير على شكل مثلث حتى يصير عندنا مثلثين، يعني المربع راح يصير مثلثين. هنا طويناها وصارت مثلثين. بعد ما صارت مثلثين راح نقصهن بالطرف، يعني القطعة المربعة راح تصير مثلثين عندنا. نبدي نقصهن. بعد ما قصيناهم صارت عندنا مثلثين. بالنسبة للقماش الرمضاني أيضا راح يصير مثلثين هماتين، القطعة المربعة راح نطويها وراح تصير عندنا مثلثين. عندنا صارت 4 مثلثات، مثلثين رمضاني ومثلثين أبيض. راح نجيب مثلث بمثلث أبيض برمضاني نطويه ونبدي نخيط بيه من الوسط. بعد ما خيطناه، هاي بالإيد طبعا، بعد ما خيطناه بالإبرة والخيط راح يصير عندنا أول وجه للكوشة. هيانا صار مربع واحد، كوشة جميل، مربع كامل. هذا أول وجه للكوشة، راح نخلي عليه القيراج. هنا راح نثبته أيضا بالإبرة والخيط من المثلث للمثلث، يعني هنا على الحافة أنا خليته على الجهة البيضاء حتى تبين جماليته أكثر. هذا شكله صار. بعدها راح نجيب قماش أبيض سادة، قياسه هم 44 ب44. راح نخيط على 3 جهات، داير ما يدور 3 جهات، ونبقي جهة واحدة حتى ندخل بيها القطن. هذا شكل الكوشة بعد ما دخلنا القطن، وأيضا خيطنا الجهة الرابعة. شكلها كلش حلو جميل وبسيط وما تحتاج هواية وقت. أتمنى يا رب الفيديو عجبكم، لا تنسوني باللايك وتعليق الحلو.